الدين أمسى قاسما. أما ابتداء الحمل بعد التحية فبأشرف التنزيل من وحي السماء، آيات من الذكر المرتل بصوت شيخ وقارئ المستقبل الطالب علي إسماعيل بكير. اقرب طيب العرض اللي بعدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حضورنا الكرام أصحاب الرفعة والمقام، أيها الحفل الكريم، بعد عاطل التحية والسلام، فارس هذا المساء غرة بيضاء في جميل المجتمع، خلق جميل سما به وارتفع، شبكة واسعة من المحبين والأصدقاء، أبراج حب لا تعرف الاختفاء، شبكة واسعة من المحبين والأصدقاء وأبراج حضور وتميز لا تعرف الاختفاء. أجمل ما يملك تسامح وابتسامة، وعشيقة باطنة هي السلام. كفانا بالعطاء فكان جديرا بالاحتفاء، أحبهم فأحبوه. كلمة الأهالي يحملها عنهم بشفافية وأخوية صاحب الشخصية الكاريزمية التربوية الأستاذ محمد إبراهيم حبيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله أبتدئ وبكتابه أقتدي وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أهتدي. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، والشكر له على إحسانه الذي لا يحد، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الحي الصمد، وأشهد أن نبينا محمدا الخاتم الأمجد والمصطفى الأحمد وأكرم العالم في الخلق والمحتد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم يا بزوقته جاد الزمان علينا، بعدما بخل أحيتمونا بزورتكم وقد لبست قلوبنا من تفاصيل هنا حلما. الحياة أيها الإخوة رحلة نخط بأحلامنا وطموحاتنا الأحرف الأولى فيها، نخطط ونحلم ونرسم لوحات ألوانها مزيج من الأمل والتوق إلى النجاح والتفوق.
كلنا ربما نلتقي هذه الموجة، وقليلون هم الذين يصلون إلى شاطئ إيمان بقدراتهم وإمكاناتهم ومواطن النجاح لديهم. أولئك هم أولو العزيمة من جعلوا لحياتهم شأنا وقيمة. أيها الإخوة، في قريتنا العاشقة للتميز المؤمنة بكل أبنائها دون تحيز، قريتنا الصغيرة في مساحتها العظيمة بتاريخها ورجالها، طالما تدفق رحيمها يمنح الأمة نسيجا فريدا من الرجال في شتى مجالات الحياة. ففي ميادين الشجاعة والذب عن نيران العقيدة والوطن تسابق أبناء قريتنا للدفاع عن وطنهم وأمتهم حينما تطاول الأقدام لينالوا من حدودنا آمنا. وفي ميادين العلم احتضنت قريتنا أولى حلق الذكر والقرآن والسنة، وحاز أبناؤها الدرجات العلمية العالية. وفي ميادين العدل والفصل فقلد أبناؤها القضاء والقسط. وفي ميادين التربية والتعليم عندما تسنم أبناؤها مقاليد عناية التربية والتعليم في المنطقة الجنوبية بأسرها. ولا زال أبناء هذه القرية يكتبون بعطاءاتهم صفحات مجد ناصعة البياض. ولأننا في قريتنا جسد واحد وروح واحدة، فإن كل النجاحات التي تتحقق للأفراد منا هي نجاحات لنا نفاخر بها ونحتفي بها. أيها الأحباب، نلتقي هذا المساء في محطات من محطات الوفاء والاحتفال بأهل العطاء. نلتقي على هامش التقاعد الذي يبدو أنه قد جاء هذه المرة مبكرا جدا. هذا التقاعد الذي لا ندري إن كنا نحن من نحتفل به أم أنه أي التقاعد هو من يحتفل بانضمام فارس حفلتنا هذه الليلة إلى قائمته. ترددت كثيرا وأنا أكتب هذه الكلمة، فهل هي كلمة لحفل متقاعد؟ فمن نحتفل به هذه الليلة بينه وبين فصل التقاعد فصول من الربيع الباسل الطرف العالم الزهر. لذلك ارتأيت أن تكون كلمتي هذه احتفالية بعطاء مرحلة من حياة هذا الرجل وتدشين مرحلة جديدة في العطاء. أخي الحبيب فتح الدين إبراهيم الزاهد الشريف، أنت لست بحاجة مني لتقديمك، فعطاؤك وإخلاصك ووفاؤك هم أولى مني بتقديمك. أنا علي إخوتي أبناء هذه القرية لأتحدث باسمهم، فقلت لهم بالحرف الواحد إني أتشرف بالحديث عن هذا الرجل. الرجل بوقفته إلى جوار أهل القرية وإلى جوار كل من عرفه من أبناء المنطقة. لا أعتقد أن أحدا قصده في كلمة أو معروف إلا وجده حاضرا بابتسامته المعهودة ولباقته المشهورة. هو أيضا فريد في تقديره ومعرفته بحق الجوار، فشهادة لله إنه الله الذي يتنازل
هو في السراء الأول وفي الضراء الأول، يبادرك بالمعروف ولا يتحجج بالعرف. رجل اجتماعي يهتم بأحوال قريته ويأتيه بالرضا في جلب بعض المصالح لقريته. أذكر منها على سبيل المثال الحصر مشروع مركز الرعاية الأولية الذي كانت له اليد الأولى فيه مع بعض إخوته من أبناء القرية ممن حملوا هم قريته. أيها الإخوة، إن الاحتفال بهذه العطاء وتكريمه قيمة عظيمة ورؤية مسددة قوية. وما أخرجنا في هذه الأمسية أن سنة حسنة نتمنى فيها تكريم كل من يستحق التكريم من أبناء قريتنا ومن أبنائكم، ونحن جميعا لنا واحدة نرسم الخير والنماء لمجتمعاتنا. ختاما أوجه رسائل الشكر، والشكر أولا لأخي الدكتور أحمد بن علي الجار الذي تبنى هذه الفكرة وتواصل مع الجميع من أجل إنجازها، ولقد كان هو أولى مني بتقديم هذه الكلمة بين أيديكم، إلا أنه ذكرتنا بها علي فأشكره وأشكر كل من ساهم وجلد نفسه بإنجاح هذا. شكرا لصاحب هذا المكان الأستاذ نور السندري الذي صادر هذا البرنامج مساهمة في التكريم. شكرا لنادي اجتماع الاستدامة العليا الذي أشرف على إخراج تقديم هذا. شكرا لسعادة رئيس مجلس البلد الشيخ أحمد بن عبد العال الذي شاركنا هذا الاحتفال. شكرا للأستاذ الدكتور محمد منصور حاوي رئيس التاريخ جماعة الملك خالد على تشريفنا في هذا الحفل. أشكركم جميعا على الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأحرف وجدا تذهب ثم صيغة في سبيكات الأدب. الشعر صوت الروح بل مراتها، كم بكى شاك وكم شاء طرب، كواكب إحساس حول نجمها تدور، تشع من أين؟ من أفق شاعر موقوف. قصيدة الأستاذ عباس بعشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي صديق الطفولة في الحديث الزاهي، لا أستطيع أن أفيد بقصيدة، فلا أستطيع أن أحضر كل جوانب التي فيه، ولكن ربما أركز على جانب واحد فقط وأقول فيه: البر فيك سجية مطبوعة. هذه عنوان: كل يروم تقدم ونجاحا، كل يروم تقدم ونجاحا، ويريد في هذه الحياة فلاحا، لكنهم تركوا جميع شروطه وأرادوا أن يجدوا النجاح سفاحا. كلا، فبر الوالدين أساس من شاء النجاح، وللهدى مفتاحا. البر ليس البر إلا أن ترى أبويك هم عينيك والمصباح. البر ليس البر إلا أن ترى أبويك هم عينيك والمصباح. البر فوز في الحياة وخيره يمتد حتى تنشر الأرواح. وأراك يا فتحي مثالا يهتدى في البر، يا لك من فتى طماح. وأراك يا فتحي مثالا يهتدى في البر، يا لك من فتى طماح. البر فيك سجية مطبوعة، ومع الصحاب مداعبا مزاحا. إن النجاح له شروط 7 فاستلهموها أيها المصطاح: بر وإخلاص وحسن تعامل
روح أخي مرتاحة. والله إن البر إن النجاح له شروط 7 فاستلهموها أيها النصاح: بر وإخلاص وحسن تعامل وصراحة وصرامة وكفاحة. وأراك يا فتحي قد أعطيتها فغدوت في هذه الدنيا مصباحا. والله إن البر قد جمع لكم هذا الوجوه وجند الأرواح. والله إن البر قد جمع لكم هذه الوجوه وجند الأرواح. إخوان من عهد الطفولة يا أخي حتى أتى عهد الشباب وراها، ما شفت إلا الخير من أطباعكم. لله درك مخلصا صفاحا. تقضي مهمتكم بأجمل بسمة، تقضي مهمتكم بأجمل بسمة، والبعض يزعج قبلتيك سياحة. نحن الذين نتكاتفوا وتعاونوا وتصاحبوا للخير والإصلاح. نحن الذين نقدر العشرة، وأخلاق الرجال، ونعتبر الصحاب سلاحا. أنا لن أكون لبعضنا متعصب، إني لأرجو للجميع فلاحا. الخير في حفظ السفينة يا أخي، والموت في تكسيرها ألواحا. إني بأشعاري أثير مشاعرا أرجو بها أجرا وليس جراحا. إني بأشعاري أقول حقائق لو كنت كذبا لن أكون مرتاحا. هذه طباعي في فؤادي مفضلها. أنا لن أكون مجاملا مداحا، أنا لا أكون مجاملا متطلعا أو راجيا لمثوبة لماحا. فأنا بحمد الله في خير وفي صحة ورزق دائما سحاحا. لكنه حكم يجول بمهجتي فلعل في ضوء به أرتاحا. والسلام. مشوار عطاء بالإخلاص عامل، نقرأه بوجوه الحضور والمحبين دليل وفاء وحب صادق. 20 عاما من البذل والتفاني نختصرها لكم ولكن في دقائق. والآن مع العرض المصور لتعليق الأستاذ خالد الكريم. السيرة الذاتية للأستاذ فتح الدين الزاهر الشريف. البطاقة الشخصية: الاسم فتح الدين إبراهيم الزاهر الشريف، تاريخ الميلاد 1384 هجرية، عدد أفراد الأسرة 6، المؤهل التعليمي البكالوريوس في الإعلام. المراحل الدراسية: حصل المتفاعل على شهادة المرحلة الابتدائية عام 1397 هجرية من مدرسة سلام الرياض، كما حصل على شهادة الكفاءة المتوسطة من معهد الصبيان العلمي عام 1400 هجرية. حصل على شهادة التربية العامة من معهد الصبيان العلمي عام 1404 هجرية. حصل على البكالوريوس من كلية الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1408-1409. المرحلة العلمية: التحق بالعمل بوزارة البرق والبريد والهاتف الاتصالات السعودية بمنطقة جازان عام 1410 قبل أن يتحول إلى المرفق كما يسمى حاليا شركة الاتصالات السعودية في عام 2016. وقد اضطرت الوظائف التالية: مساعد مدير مكتب اشتراكات جازان من 20/10/1410 إلى 17/2/1412. رئيس قسم الحسابات الختامية من 18/4/1412 إلى 23/8/1413. رئيس قسم المصروفات من إدارة الشؤون المالية من 24/8/1413 إلى 10/9/1416. مدير العلاقات العامة من 11/9/1416 إلى 25/6/1423. مدير خدمات الاتصالات العمومية من 26/6/1423 إلى 7/2/1427.
مدير مبيعات قطاع الأعمال من 2/7/1927 إلى تاريخ 6/5/1930. برامج التطوير والدورات التدريبية التي حصل عليها المتفاعل: إدارة المنشآت التجارية، مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين، إدارة الجودة، مبادئ التحصيل المالي، إدارة الوقت. دورات المدراء في الاتصالات، شهادة الإنترنت وتطبيقاتها، شهادة في إنتاج وسائل الإعلام والتحرير الصحفي، اللغة الإنجليزية للمستوى الأول، شهادة في محرر نصوص مايكروسوفت وورد، شهادة في الويندوز والوورد، شهادة اللغة الإنجليزية للمستوى الثاني، فن الاتصال الفعال، شهادة في الإعلام المتخصص، شهادة في مهارات العناية بالعملاء، شهادة في إدارة الأداء، شهادات الشكر والتقدير، شهادة التقدير، شهادة الشكر والتقدير للشيخ شمل السادة الهنا وتوقيع الشيخ محمد بن أحمد عرار النبي، شهادة الشكر والتقدير لمدير الصلاة والمنطقة جازان، شكر وتقدير لمدير عام منطقة جازان، شكر وتقدير كذلك لمدير عام الصلاة منطقة جازان، شهادة شكر وتقدير من مدير إدارة منطقة جازان، شهادة شكر من المدير الإقليمي للشؤون الإدارية بالقطاع الجنوبي، شهادة شكر وتقدير من مدير عام الصلاة منطقة جازان، شهادة شكر من مدير عام التعليم، شهادة شكر من مدير عام الصلاة منطقة جازان، شهادة شكر من مدير عام التعليم منطقة جازان. كما حصل على شهادة شكر من صاحب السمو الملكي لمنطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز بن سعود. كما حصل على آخر شهادة الشكر كانت من صاحب السمو الملكي محمد بن ناصر بن عبد العزيز بن سعود الرئيس القطري للجمعية الوطنية للثقافة. كان هذه آخر شهادة حصل على المتفاهم صلى الله عليه وسلم. ينتهي المشوار فتزول مرارة النهاية حينما تمزج بشهد النجاح وبلوغ الغاية. ولا يحزنك الشفق ولا يحزنك ضياء الشمس الدائم بالشفق. لا يحزنك ضياء الشمس الدائم بالشفق إذا كانت ستعكسه البذور بجميل الألف. فبين مد التفاؤل وجزر الحنين يقف فارسنا هذه الليلة بين موجتين لتصبح الدموع والبسمات أجنحة تطير بالكلمات. كلمة المختفى به ونجمنا هذا المساء الأستاذ الحكيم إبراهيم الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أن لا يحسن محسن إلا بتسديده ولا يفلح عبد إلا بعونه وتأييده. كثرت علينا العطايا وغمرتنا منحه وهداياه. ودود يحب أن يرى عزيزه متحابين متوادين. لطيف يرضى أن يبصر عباده مترفقين متعاطفين. نسأله أن نجعل باجتماعنا هذه الليلة قدوة. إنما المؤمنون إخوة. وأن تسود فينا المحامد مثل المؤمنين في توابهم وتراحمهم كالجسد الواحد. الإخوة الأعزاء الحضور الكرام، السلام
الكرام الذين اقتطعتم من أوقاتكم الثمينة لتضفوا مزيدا من البهاء والبهجة والسرور لمسائنا هذا. ولئن كنت أتمنى أن أستمتع بهذه أمسية الحب والتناول والوفاء من على مقاعد الجمهور مسترخيا الأعصاب هادئا البال بعيدا عن أضواء المنصة وأجواء التحدث أمام هذا الجمع المهين، ولكن إخواني في قرية السلامة العليا بلطفهم المعهود شرفوني بهذا الوقوف كما شرفوني ابتداء بحسن ظنهم بي ودعوتي لهذا التكريم المتميز. وماذا عساني أن أقول والنفس تتوق إلى السمو في العاجل والآجل، ولكن حاولت مرارا أن أثني الإخوة القائمين على هذا التكريم ولكنني لم أستطع. إلى ذلك سبيلا. والحقيقة أنه ليس بدعا أن نسلك مسلك التكريم والشكر والعرفان، بل العجيب أن لا نفعل. فهنا في هذه القرية من هم أحق بالتكريم، فبهم تفخر المجتمعات وبأمثالهم تزهو محاضر الرجال وبوجودهم يتمايز المبدعون. فمنهم من درس جذور العلم والمعرفة واستقطب شيوخ العلم والدعوة وعاش رمزا من رموز العلم والفقه، ومنهم من تسنم هرم القيادة والريادة وتبوأ مواقع المسؤولية في مرافق الدولة، وقد أثبتوا كفاءتهم الفذة وجهودهم المخلصة وهممهم العالية، وقد شهد بحسن إدارتهم وعاطل سيرتهم القاسية قبل الداني. وقد أسهم أولئك الرجال المخلصين في العناية والجهود بمجتمعهم، فكم أناروا شمعة وكم قدموا خدمة وكم أسعدوا ظالمين. ذكريات جمالها زهر العقل وسماها بدر الهوى يتوسل. أقف الآن حائرا وخجولا في ارتعاش مخارجي تتردد. أسقفيني يا قافيتي فإني أوثق الصمت عن كلام مغير. اسمحوا لي أيها الإخوة في هذا المقام أن أتوجه بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدين، فهم أهل الفضل لما نحن فيه من خير عميم وفقنا الله لما يحب ويرضى. أيها الأخوة الأعزاء الحضور الكرام، دعوني أشرككم في أهم سجل من سجلات حياتي، ألا وهو سجل الشكر والعرفان والتقدير والوفاء، فهو دائما في وجداني وأعتز به كثيرا وأفخر به في كل محفل. فإلى أمي وأبي كل حب وتقدير وبر ووفاء ودعاء بطول العمر وبركة الحياة. فما أنا إلا ثمرة رعايتهم الكريمة ونتاج جهدهم المتواصل وتوجيههم المشكلة. ومن الوفاء والعرفان الجميل أن أقف وقفات شكر لأناس كان لهم الفضل بعد الله في مسيرة العلمية والعملية والحياة الاجتماعية. أشكر كل من علمني حرفا وكل من وجهني وكل من أرشدني. أشكر إخواني وأصدقائي وزملاء الدراسة الذين طابت لي الدنيا بطيب قلوبهم. أشكر زملاء العمل من شركة الاتصالات السعودية الذين منحوني أشكر زملاء العمل من شركة الاتصالات السعودية الذين منحوني فرص النجاح وأمروني بمشاريع الحب والانشراح. في الختام أكرر شكري وتقديري لأهلي أهل قرية السلامة العليا
أكرر شكري وتقديري لأهلي أهل قرية السلامة الدنيا على ما أكرموني به هذه الليلة وما بذلوه من أوقاتهم الثمينة في سبيل إقامة هذا الحفل، مع شكري وتقديري الخاص للصفوة المنظمة لهذا الحفل على جهودهم المباركة، وأسأل الله أن يوفقني لمقابلة هذا الجميل الذي سيكون بعنقه ما حييت، فجزاكم الله عني خير الجزاء. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. لقصائده جموع الخير وصفوة الشباب، جمع لذة النسيم وسخاء السحاب، لوحة من الأحاسيس والمشاعر، ورسمت بألام الفنان في قلم الشاعر. أتعلمون من القائل؟ إنه شاعر سلامة الحال الأستاذ أحمد بن محمد الدوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن أكون حاضرا مشاركا في تكريم أخي الحكيم الزاهد، كما هو هذه القصيدة إلى جنوب من الأشاوس على الثغر الجنوبي وأينما كان، وإلى النازحين والنازحات من أبناء هذا الوطن. الحاقدون على ثراك الصغار، الحاقدون على ثراك الصغار، يا مضي والغيبون كبار. الحاقدون على ثراك الصغار، يا مضي والغيبون كبار. يا مضي يا أكبر الدنيا فضاء، ما نال من إجلالك الأشرار. علمهم يا مضي أن الولاء لله لا للفارسي خيار، أن العروبة فوق كل عمامة، غضب الحريم إذا مضى إعصار. غضب الحريم عواصف وهوائج، لا يدرك العملاء أين يصار. ضلوا على متحيرة لم يعرفوك، وغرهم حقار الفرس أهل النار. زاد غرورهم فترصدوا واستعملوا وأغاروا، رفعوا الشقي في صعدته وسلحوا عقلا يوجه دربه البازار. من أنت يا حوثي؟ من أنت يا حوثي؟ تضال عالم من نور، هو للمهابة نار. أهلكت قومك. من أنت يا حوثي؟ تضال عالما من نور، هو للمهابة نار. أهلكت قومك والعباد عمالة للفارسي، وآخر دورك الإنكار. يا مضي يا مضي يا قامة من قامة، لن يعلو فوق الخيرين شرار. يا مضي يا قامة من قامة، لن يعلو فوق الخيرين شرار. ما نال منك منافق أو حاسد، أو هد شعرك حاقد فانفار. رص السدود ليغفرك فالمفتاح، إن السدود لموطني تنهار، إن السدود لموطني تنهار. وعلوت فوق الناظرين بحكمة، لم تستترك سهامهم فتثار، لم تستترك سهامهم فتثار. لن يروحوا مهما عليك تآمروا، خسرت معارك للمجوس تدار. لن يروحوا مهما عليك تآمروا، خسرت معارك للمجوس تدار. عادات من عاد الخلائق كلها، عادات من عاد الخلائق كلها، واصطف حولك فتية وصغار. عادات من عاد كل ديانة، من كفروا وتطرفوا وتظاهروا، وعلوت فوق الناقمين بحكمة، لم تستترك سهامهم فتثار. الناجحون من اللهيب، الناجحون من اللهيب أحبة لهم الصدور في منزل يختار. هذه مواطنهم وهذه أرض
ما نالكم إلا هبوط نسائي سينال غيركم الجزاء والنار سينال غيركم الجزاء والنار. من رشنا نحن السعودي نحتوى من رشنا نحن السعودي نحتوى بالماء دمه والكبار كباره. مركز النشاط الاجتماعي بالسلامة نوافذ شبابها الإبداعية ومظلة أنشطتنا الجماعية، صوت أبنائها الناطق ورياض زهرها العالي. ورقتنا الخطابية الأخيرة ستحمل توقيع رئيسها الطموح الأستاذ ناصر بن علي الشماحي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى صحابته أفضل الصلاة والتسليم. هذه حالة السلام عليكم شيوخنا الفضلاء، أساتذتنا الأجلاء، فارس هذا المساء، ضيوف هذا الحفل، يا من ألبستمونا ثياب التكريم والوفاء، تحية عاطرة تفوح بها أزهار القلوب وتضيء لجبهين الشكوك. باسمي وباسم أهالي قرية السلام العليا متمثلا في مركز النشاط الاجتماعي وعلى رأسهم رئيسه الفخري وشيخ قرى السلام العليا الشيخ محمد بن حسين شماخي، وباسم صناع هذه المناسبة وعقدها الفريد، أهلا ومرحبا بكم في ليلة الوفاء والشكر لفارسنا عطر السيرة والذكر الأستاذ فتح الدين إبراهيم الشريف، صاحب الوقفات المخلصة لنادينا الاجتماعي منذ إرهاصات الولادة، فقد قدم له من حكيم الآراء وصحي العطاء، صاحب التفاؤل الدائم بغد جميل ومستقبل واعد. فاجتماعنا هذا اليوم اجتماع شكر لابن من أبناء هذه القرية ساهم كما يملي عليه الواجب اتجاه وطنه في رحلة البناء والعطاء، والتي نتفق فيها جميعا أو التي نتفق إياكم على نهاية مرحلة منها لتبدأ مرحلة أخرى زاخرة بالعطاء كسابقاتها. فنقول له اشحن يا إبراهيم، فما زال الإنسان قويا بحول الله وقوته لتصل إلى أبعد ما تريد من مشيئة الله. فلن يقول لك الوطن إلا كما قال هارون الرشيد مخاطبا إحدى بعينات الخير: اذهبي فأينما تذهبين سيأتيني خراجك، اذهب فحيثما عملت سيأتيني عطاء. وختاما اسمح لي أن أجدد الشكر باسمي وباسم مركز النشاط الاجتماعي والذي كلفت بحمل لوائه، ولكل من ساهم في صناعة هذه المناسبة وإخراجها بهذه الصورة المشرفة، فاقبلوا عذري عن الإطالة والإسهاب والمشاعر يضيق بها الكتاب. الشكر متجدد الموصول لكل من وقف وراء نجاح هذا الحفل، أعني عقد التميز الفريد إجمالا دون تفريط. ولا أنسى أن أشكر بكل الحرارة صاحب اليد البيضاء الشيخ مونس الجندري، صاحب مؤسسة مونس الجندري ومالك القصر الأخضر، وما ذلك عليه بغني. ختاما اسمحوا لي أن أدعو كل من الشيخ حسين يعقوب والشيخ إسماعيل حبيب والأستاذ ناصر الشماخي والأستاذ مونس الجندري، ونجم هذا المساء الأستاذ فتح الدين زاهي لتقديم الدور الأول. الدرع الأول
مقدم لنا من الشيخ مولى السندري صاحب مصر مولى السندري ومالك القصر الأخضر. الدرع الثاني من أهالي قرية السلام وناديها الاجتماعي يقدمه كل من الشيخ حسين يعقوب والشيخ إسماعيل توفيق والأستاذ ناصر شمال. هنالك أيضا درع مقدم من الأستاذ أحمد عمر مهنا إضافة إلى باقة ثمينة وثرية من الهدايا بقيمتها المعنوية لا المادية. شاشة بلازما 32 بوصة مقدمة من الدكتور أحمد علي جيرة. درع وهدية مقدمة من الأستاذ الياس حكمي. هدية مقدمة من الأخوين ناصر وعلي مدرج عبارة عن شنطة عطور وسجادة عطور. هدية مقدمة من شباب ابن واحدة عبارة عن شنطة عطور. هدية مقدمة من الأستاذ عبد الله محرك عبارة عن مجموعة عطور. هدية مقدمة من الأستاذ ربيع غبري مجموعة عطور. هدية مقدمة من مجمع غبري خدمة السيارات لصاحبها عبد الله غبري عبارة عن شنطة عطور متكاملة. هدية مقدمة من مجمع غبري خدمة السيارات اشتراك مجاني لقناة الجزيرة في كأس العالم. هدية مقدمة من مجمع غبري مركز الشلال خدمة السيارات اشتراك لمدة عام كامل لصيانة السيارات. هدية مقدمة من الأستاذ عباس باعشم عبارة عن شنطة عطور فاخرة. هدية مقدمة من الأستاذ أحمد قبي عبارة عن شنطة عطور. هدية مقدمة من الأستاذ محمد مشهور شماخي عبارة عن شنطة عطور وكتب. هدية مقدمة من رفيق دربه الأستاذ محمد حكمي عبارة عن جهاز لابتوب. هدية مقدمة من الشيخ حسين إبراهيم يعقوب عبارة عن دشت. هدية مقدمة من الأستاذ يحيى ناصر غاوي وأحمد ناصر غاوي عبارة عن درع. هدية مقدمة من الشيخ علي مقشش مجموعة عطورات. هدية مقدمة من الأستاذ علي إبراهيم سبعي مصحف شريف وشمال. هدية مقدمة من الدكتور محمود محارق عبارة عن مجموعة عطور. هدية مقدمة من الأستاذ محمد مدرشي مصحف وأقلام بركة باحرة ومجموعة عطور ودرع يحمل شعار من الأهلية. هدية مقدمة من الأستاذ قاسم ناظري عبارة عن مصحف. هدية مقدمة من الأستاذ فيصل خواجي عبارة عن شمال. هدية مقدمة من الأستاذ علي عباس عبارة عن ذكر. هدية مقدمة من بولا كافيش عبارة عن درع. رئيس المجلس البلدي أحمد عرب نعمي عبارة عن درع. الأستاذ راكب نعمي عبارة عن برم أقلام وساعة. هدية مقدمة من الأستاذ علي يحيى مهنا عبارة عن شنطة عطورات. هدية مقدمة من الشيخ حسن جابر عرفي عبارة عن ذكر. هدية مقدمة من الشيخ رشيد دحشي وأولاده عبارة عن مجموعة كتب وعطور. هدية مقدمة من الأستاذ حسين دحشي مجموعة كتب. هدية مقدمة من الأستاذ عيسى مهرش عبارة عن مجموعة كتب وعطورات. هدية مقدمة من الأستاذ محمد عبد الله صاحب عبارة عن عطورات مع سجادة. هدية مقدمة من الأستاذ عمر ناصر بحري ذكر. هدية مقدمة من الأستاذ فهد مخرج والحروب. هدية مقدمة من الأستاذ علي شنب مجموعة عطور. هدية مقدمة من الأخ علي نافع دحشي مجموعة عطور. هدية مقدمة من الأستاذ خالد البشوار مجموعة عطور. هدية مقدمة من الأستاذ محمد حسين شماخي عبارة عن مجموعة عطور. هدية مقدمة من الأستاذ إبراهيم صالح. هدية مقدمة من الأستاذ علي يحيى مالك. هدية مقدمة من الأستاذ أحمد محمد قرن. هدية مقدمة من أحمد إبراهيم علي وأخوان مجموعة عطور. هدية مقدمة من الأستاذ أحمد إبراهيم وأحمد محمد سندع وفوزي الصمد مجموعة عطور. هدية مقدمة من الأستاذ عبد الحكيم شاشة بلاسمة. هدية مقدمة من الأستاذ رشدي أحمد ظاهر مجموعة عطور. هذا أشكر لكم حضوركم أعزائنا وأتمنى أن يكون الصوت تفضل يا اخوان، تفضل يا جماعه، تفضل عاد، تفضل عاد.